لما بتكون موظف قديم بقالك فترة في الشركة وفجأة الشركة بتستغنى عنك بطريقة أو بأخرى، الحقيقة الوضع ده مؤلم جدا جدا، لأنك بتحس إنك بتتعاقب على إخلاصك وسنين خبرتك مع الشركة. الموقف ده مش بس صراع مهني، لكن هو صراع نفسي بيخليك تحس انك فقدت قيمتك جوه الشركه. احساس صعب مفيش كلام، بس مهم جدا ان انت تفهم الموقف بوضوح. هو ليه بيحصل كده معاك؟ قبل ما تتصرف لازم تفهم الاسباب اللي بتخلي مثلا مديرك المباشر يتصرف معاك بالشكل ده او بيديك احساس ان انت خلاص مش مكمل معاه. لازم تفهم الاسباب دي، ممكن تكون مختلفه تماما عن اللي في بالك. ممكن يكون المدير نفسه الجديد بيفكر ويشوف موظفين جداد، لان هو متخيل ان الموظفين القدام بيمثلوا بالنسبه له عائق للتغيير، او حتى ممكن يمثلوا تهديد لمكانه. فده احد الحاجات اللي ممكن يكون المدير بتاعك بيفكر فيها. الحته التانيه برضو، احيانا بعض المديرين لما بيكونوا جداد بيبقى عاوز يثبت للإدارة إنه قادر إنه يبني فريق جديد خالص، ممكن بتكون بتكلفة أقل، يضخ دماء جديدة بحيث إن هو يعمل شغل أكبر وأكبر، وده الحقيقة بيبقى على حساب خبرات الناس اللي موجودة الحالية. الحاجة الثالثة برضو اللي ممكن تكون ليه بتأدي للموضوع هي ثقافة الشركة في حد ذاتها. ممكن تكون الشركة نفسها عايزة تجيب موظفين جداد، لأن الموظفين القدام ممكن إنتاجيتهم قلت بشكل أو بآخر، إبداعهم وابتكارهم قل، ممكن تكون مرتباتهم عالية، ما بيقدروش يوافقوا على التغيير اللي هو مطلوب، فبالتالي دي ممكن تكون أحد الأسباب. ولكن على أي حال احنا قلنا 3-4 أسباب، ممكن تكون في أسباب أكتر بكتير من ده، ولكن هو أنا إزاي هتعامل مع المرحلة دي اللي أنا حاسس فيها بإحساس ان المدير الجديد بيحاول يوصل لي رساله ما ان انا مش هقدر اكمل معاه. فده اللي انا محتاج اتعامل معاه. الحل هنا مش بيبقى حته ان انا بروح اشتكي او اوصل مديري واقول له على التصرفات اللي بتحصل اللي مخلياني اتخيل ان شركتي بتحاول تمشيني بشكل او باخر. الحلول لحاجه زي كده ممكن اول حاجه انا محتاج ان اكون زي ما بيقولوا شريك مش عدو ابدا. لازم اكون حليف لشركتي اللي في الاول وفي الاخر انا لسه مستمر فيها. فانا محتاج ان انا اطبق المبدأ ده، ان انا بحاول دايما اعرض خبرتي انها تدعم مدير الجديد، بدل ما انتظر منه مهام يدهاني. ممكن اروح واقول له ان انا عارف ان حضرتك لسه بتتعرف على الشغل، بتتعرف على الاداره، انا عندي خبره هنا في المكان، ممكن اكون مصدر دعم ليك. في النهايه انت لازم تكون مبادر، انت اللي لازم تروح له تعرض عليه خبراتك، تقدر تعرض عليه انت ممكن تشتغل في ايه وتقدر تساعده فيه. الحته الثانيه ان انت تكون مبادر وبتطلب المشاركه بوضوح. يعني لو انت شايف ان في مهمه جديده او مشروع جديد هيشترك فيه اخرين، لازم انت تطلب بنفسك. انا حابب ان انا اكون جزء من النشاط ده، او حابب ان اكون جزء من المشروع ده، وتساعد في حل اي مشكله ممكن تظهر في خلال التنفيذ ده من خبرتك السابقه. بيخليه يشوف انك مهتم وبتحاول تساعد. الحاجه التانية برضو حته ان انت لازم دايما تعتمد على التوثيق. لازم تسجل انجازاتك السابقه والحاليه. احيانا كتير ان احنا في زحمه الشغل بنعمل حاجات كتير خلال اليوم، بس الحقيقه ما بندونهاش او ما بتكتبهاش. فبالتالي لا، انت في المرحله دي لازم توثق عملت ايه وايه الحاجات اللي انت انجزتها، بحيث ان انت تعرضها عليه في وقت انتوا تتفقوا عليه مع بعض، في نهايه كل اسبوع، في نهايه كل شهر، بحيث ان هو برضو يبقى شايف كل انجازاتك. من المهم برضو زي ما احنا قلنا وبنكمل ان هو التواصل المستمر، بس التواصل المستمر الذكي، بحيث ان انت ما تبقاش عبء على مديرك، ان انت بتحاول تتواصل معاه بشكل او باخر، سواء ان انت بتعرض ان انت تكون جزء من مشروع او جزء من نشاط مستقبلي، او انت بتعرض عليه كل الانجازات بتاعتك. ما يكونش التواصل ده بيسبب له ازمه كبيره جدا ان انت كل شويه رايح جاي عليه. لكن اعتقد ان انت لازم تعمل التواصل الذكي ده بشكل مستمر. الحاجه التانية برضو انت محتاج تتكلم بشفافيه مع مديرك. لو انت حسيت بعد ما بتعمل ده كله انت واصل لك نفس الاحساس ان في الاول وفي الاخر لا، دي كلها مؤشرات ان الشغل هيستغنى عني في القريب العاجل، يبقى هي الشفافيه هنا مطلوبه. اتكلم معاه بكل صراحه، انا شاعر ان قد يكون ان انا مش مكمل معاكم في شركه، هل ده صحيح او مش صحيح؟ بحيث ان دي اعتقد دي اقصر طريقه ان انت ما تحسش بيها بألم نفسي دايما، وتقدر تشتغل جوه الشركه بشكل هادئ ومستقر.